بالوحدة والتضامن واللي بغيناه يكون بالوحدة والتضامن واللي بغيناه يكون. نعم اختي إذا شعبية قرارات انتقامية، القرارات انتقامية، إذا شعبية القرارات انتقامية، إذا شعبية القرارات انتقامية. سميرة الرئيس رئيسة الاتحاد النقابي الموظفين تبع الاتحاد المغربي للشغل. جينا لهذه الوقفة هذه اللي دعت لها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لأن الإخوان الأخ والأخت اللي كيشتغلوا هنا في المندوبية ديال حقوق الإنسان واللي الملف ديالهم حنا كنتابعوه كنقابة، واللي تعرضوا لعدة تعسفات، منها تعسفات نقابيه بحيث تم يعني تفكيك المكتب النقابي، اجراءات تنقليه، بالاضافه المساله اللي ما يمكنناش نسكتوا عليها وهي التحرش الجنسي اللي تعرضت له الاخت ديالنا عده مرات، تعرضت للنزيف داخل الاداره وبقات كتموت في وسط الاداره وما استدعاوش حتى الاسعاف باش يجي ينقذها. فهاد الممارسات هذه حنايا زعما كنتاسفوا بان مؤسسه اللي من المفروض انها تدافع على حقوق الانسان كنلقاو بان الناس اللي كيشتغلوا فيها كيتعرضوا لانتهاكات جسيمه ديال حقوق الانسان، الا هو الحق في التنظيم، الحق باش انهم يكونوا في اطار نقابي، الحق انهم يمارسوا العمل ديالهم في شروط كتضمن لهم الكرامه، في ظروف اللي كتضمن الاحترام ديال المراه. حنا تخطينا اشواط يعني في احترام ديال المراه والكرامه ديال المراه، فما بالكم باش نلقاو المندوبيه اللي كتسهر يعني على حقوق الانسان في المغرب وهي الوجه ديالنا يعني في الخارج، لقاو بانها داخلها تم انتهاك يعني الحريات، انتهاك يعني الكرامه ديال الموظفين وموظفات. فكنتأسفوا بان الشخص اللي مارس يعني التحرش على هذه الاخت هذه هو ترقى راه في المجلس الوطني لحقوق الانسان، في حين كنلقاو هذه الاخت هذه ديالنا يعني تعرضت لعده يعني تعسفات، منها تحبست الترقيه ديالها، منها يعني الاقصاء ديالها، حيدوا لها حتى الوسائل ديال العمل باش كتشتغل، يعني المحاصره ديالها على جميع المستويات. ف كاين يعني دابا مؤخرا داخلين هي والاخ ديالنا داخلين في اعتصام مفتوح. هذه المؤازره اليوم ديال لا الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان ولا اطارات اخرى اللي جايين حاضرين كيأزروا، انا كنحييكم كوسائل الاعلام لان هذه القضيه ما خصش تسكت عليها، خص يتم رجاء الحق ديال هذه الاخت وهذا الاخ هذا، وخص فتح تحقيق جاد ومسؤول. من الناحيه القانونيه في وسط المسطره ما وصلت حتى شي حاجه، كاين غير الحصار والمحاصره، هادشي فين واصلين يعني باش نكونوا معكم صريحين، يعني عده شكايات عده رسائل فليس هناك من يجيب عنها. فاحنا اليوم امام المندوبيه كنحملوها المسؤوليه لانهم كيشتغلوا داخل المندوبيه، كتحمل المسؤوليه ديالها، وخص كذلك جميع يعني السلطات خصها تفتح تحقيق في الامر، لان ما يمكنش نسكتوا على بحال هذه الممارسات اللي ولات زعما ما بقاتش عندنا يعني في داخل الادارات وخاصه داخل الادارات العموميه. وهي المحطه المقبله الاداريه احنا غادي نجتمعوا، غادي نشوفوا، غادي يدار برنامج نضالي، يعني كاين واحد اللجنه اللي غادي تكون مشكله من اطار من النقابه ومن تنظيمات حقوقيه وجمعويه باش اننا نأزروهم في هذه المحطه حتى يبان الحق ديالهم. استاذه بالنسبه للضحيه شنو المطالب ديالها؟ المطالب ديالها هو اولا الانصاف ديالها داخل بعد الاداره، يترجعوا لها المهام ديالها، الترقيه ديالها، كذلك يتم محاسبه الجاني لان عندها ما يثبت انها تعرضت للتحرش الجنسي. ما يمكنناش نسكتوا على التحرش الجنسي، يعني هذه راه قضيه كبرى، راه قضيه راي عام. كانت عرضه للتعرض الجنسي، فهي الان هي تاخذ اعتصام وتاخذ اضراب نتيجه لمجموعه من الممارسات، نتيجه
الان هي في حاله استنزاف معنوي، استنزاف نفسي، استنزاف مادي، استنزاف اجتماعي نتيجه لمجموعه من الانتهاكات، ان حقوقها تم انتهاكها، وان استباحت حرمتها، وان كرامتها بعثرت في الارض ودوست بالاقدام. السيده فعليا وليس رمزيا او ليس مجازيا، السيده تقرحت دما بالمندوبيه الوزاره المكلفه بفضاء المندوبيه، ونزفت دما بالمندوبيه بفضاء المندوبيه نتيجه للضغط، نتيجه الحقره والضيق، وانه حست بالحقره وحست ان الحقوق ديالها تهدر، وحست ان كرامتها وان الحرمه ديالها استبيحت. ولهذا تحت الضغط وتحت الالم الشديد الذي جتم على صدرها، السيده نزفت دما وبقت تنزف فضاء المندوبيه، وتشي مسؤول، اقولها واتحمل المسؤوليه، تشي مسؤول ما لم يلتفت لها، وتاوش حنا اللي كاعضاء المكتب النقابي حنا اللي رافقنا للسبيطار، وتشي مسؤول ما هزها التليفون الا انه يسول لها، وبقات تنزف. بالمقابل لأكون موضوعيا أقول المتهم الذي استباح، أقول المتهم بشكل موضوعي، لأن الملف الآن معروض عليه على أنظار القضاء بشكل موضوعي. المتهم اللي متهم أنه استباح حرمتها الآن راه تنعم بالمنصب ديالو بالامتيازات ديالو. السيد الآن باقي تيمارس المهام ديالو زعما بضمير بارد، بالرغم أنه كاين بحث قضائي في النازلة. السيد يشكل موضوع بحث قضائي، ومع ذلك لا زال يمارس مهامه. ومن المعلوم أن أي موظف عمومي موضوع بحث قضائي راه القانون واضح، خصو يتوقف هذا السيد. كيف أنا توقفت؟ أنا لست موضوع بحث قضائي، وأنا لست موضوع اي بحث قضائي، وزعما تم التوقيف ديالي هكاك ضمن واحد السلسله من التعسفات، ضمن واحد السلسله من المضايقات على خلفيه النشاط ديالي النقابي، وتوقفت بناء على قرار باطل شكلا ومضمونا. وكاين قرار المحكمه الاداريه التي تقضي بالغاء ذلك القرار الباطل، كان قرارا باطلا، وتوقفت 3 شهور، وتوقفت لي الاجور ديالي بشكل باطل. هكاك انا توقفت بشكل باطل، والسيد اللي هو على ذمه قضيه ومتابع قضائيا يمارس مهامه. اللهم ان هذا منكر. فهمتي انه ترقى فعليا، وانه ترقى. اخر مره المجلس خرج بيان تيقول لك انا ليس لي اي علم انه شكل موضوع بحث اداري. الان السيد موضوع بحث قضائي على اعلى مستوى تحت اشراف النيابه العامه المختصه. السيد الان موضوع بحث قضائي ولا زال يمارس مهامه. هذا الشيء اللي نقدر في هذه النقطه هذه. عندكم ثقه في القضاء؟ نعم بطبيعه الحال عندنا ثقه، كل الثقه في القضاء، وان القضاء راه غادي ينصفنا، وان القضاء انه كل من ثبت تورطه في هذا الملف قريبا او بعيد راه سوف يتم محاسبته. احنا عندنا كنا ثقه في القضاء، وهذا التاخر ما يمكن انه يتفسر الا انه في مصلحه الملف. احنا ثقه في القضاء، تاخر الملف ولكنه في مصلحه هذا الملف. بخصوص واحد النقطه مهمه ونصره للحق وزعما تضامنا مع الاخ الغالي، على اثر البلاغ اللي خرج امس يوم الجمعه، انا كنت حاضرا يومها وعاينت النازله بكل تفاصيلها. السيد قدم الينا قدم إلينا بمنطلق أخلاقي، بمنطلق إنساني، بمنطلق تضامني، بدون أي خلفية. أقولها وتحمل السيد جاء عندنا بدون أي خلفية وبدون أي حمولة، جاء عندنا تضامنا. فإذا بالسيد يعامل معاملة حاطة، يعامل بمعاملة تخلو من المهنية وتخلو من الاحترام، وحاطة من كرامة مواطن مغربي قبل صفاته كرئيس جمعية وقبل وضعه الاعتباري كشخصية مرموقة وكشخصية وازنة في المجتمع المغربي، وعامل معاملة حاطة. وأنا واحد النقطة مهمة، أنه البلاغ يقول أنه تم الاستغلال حالتين لأغراض بريئة. أقول اللهم إن هذا منكر. نحن على الأقل حنا واحد جوج الموظفين، نحن لسنا بقاصرين، نحن لسنا فاقدين الاهليه باش يجي واحد يحجر لي على عقلي، باش يجي واحد انه يستغل الحاله ديالي. ساقولها اللهم ان هذا منكر. السيد جاء بمنطلق اخلاقي، بمنطلق تضامني، بمنطلق انه جاي يتضامن معنا، والطريقه اللي تعامل معها طريقه لا تليق بمواطن مغربي. ونزيدكم نقطه اهمه، انه شفتوا هذا المنع ديال الاستاذ الغالي من ولوج المقلمه ليس بجديد. المحامي ديالي محامي بهيئه الرباط،
محلف ويلج قاعة المحاكم ويترافع قدام هيئات الحكم ويلج المؤسسات السجنية، هو براسو راه تمنع محامي. خبر لك ممكن استاذ فاضل انت رفع دعوى ضد غالي. انا لا علم لي، المندوبيه هي اللي يمكن تجيب على هذا السؤال. انا لا علم لي انها ترفعت عليه شي دعوى، واللي من حقه يرفع الدعوى هو الاستاذ الغالي، لانه هو اللي تعرض ديك المعامله وانا شاهد والكاميرا شاهده. وهذا للامانه وللتاريخ وزعما ولا لانصاف الحق. السيد المعامله الذي عومل بها لا تليق بمواطن مغربي، بصرف النظر عن وضعيته الاعتباريه كشخصيه وازنه شخصيه وازنه ولها وضع اعتباري في الوسط الحقوقي. شنو الامور اللي نقوموا بها ان شاء الله؟ نحن صامدين وحنا مرابطين. الحق ديالنا لقد اهدر بطريقه فجه. السيده لقد تم استباحه حرمتها وانتهكت حقوقها، فكيف لها السيده انها تصبر؟ وبالفعل السيده لقد تقرحت دما، ما قدرتش تصبر. السيده عندها كرامه، السيده مزوجه، السيده كيف الواحد انه يتجرأ عليها بديك الطريقه؟ وكيف انا ما غاديش ندخل في التفاصيل لان داك الشيء يدمي القلب وداك الشيء يقزز ما كان يفعل، يقزز وما يزكي شهاداتها. لا السيده راه مزوجه وعندها وليدات، والسيده راه سنوات حتى واحد ما شك فيها، والسيد عليه أربعة الموظفات اشتكوا منه. انا زعما انا نقول انا المتهم، والقضاء هو اللي غادي يقول الكلمه ديالو. انا ما غادي زعما انني زعما نتحامل عليه ولا شي حاجه. القضاء الملف عند القضاء. الحاله النفسيه ديالو الحاله النفسيه ديالو حاله مزريه، حاله زعما حاله نفسيه السيده مؤلمه. واحد النقطه مهمه نبغي نختم بها من هذا المنبر عفاكم. انا اناشد السلطات العليا واناشد صاحب الجلاله ان هذا الملف آن الاول انه يتسوى، آن الاول ان هذا الملف يتسد، ولا يمكن هذا الملف انه يتسوى الا من خلال انه محاسبه كل من ثبت تورطه في هذا الملف في اطار القانون وفي اطار ربط المسؤوليه بالمحاسبه. وشكرا.